السلام عليكم. كان في مقولة سمعتها قريب من الداعية الأستاذ مصطفى حسني، عجبتني قوي، حبيت أشاركها معاكم. يعني المقولة دي بتقول إيه بقى؟ إن أنا ما شفتش في حياتي إنسان ساب حاجة غلط لأجل وجه الله تعالى إلا وربنا عوضه مكانها بحاجة أحسن منها ومن نفس جنس الحاجة دي. يعني مثلا واحد كان قدامه فرصة إنه ياخد فلوس حرام، يعني هو سابها وما عملش كده لأجل وجه الله تعالى، بتلاقي ربنا عوضه بفلوس أسرع وأكتر من اللي كان هياخدها بالحرام. واحد تاني كان قدامه علاقة محرمة، هو سابها لأجل وجه الله تعالى، بتلاقي ربنا عوضه بسرعة بعلاقة حلال كلها حب وسعادة، أحسن من العلاقة الحرام اللي هو كان ممكن يستغلها. يعني فدايما زي ما بيقولوا الجزاء من جنس العمل. يعني جملة الجزاء من جنس العمل بس دي احنا دايما بنطبقها اكنها حاجة شر، واحد حصل له حاجة يقول اصل الجزاء من جنس العمل. لا، في الخير كمان الجزاء من جنس العمل، في الحاجة الكويسة. احنا كمان اليومين دول في وقت فتن، الوقت ساعات الناس بتستسهل فيه انه ممكن يعمل حاجه حرام، اصل الظروف صعبه، اصل الحاله الاقتصاديه، اصل اكل عيالي منين، فممكن يستسهل الحرام. مع انك انت لو صبرت واتقيت ربنا في نفسك وفي عيالك، هتلاقي ربنا عوضك بالحاجه اللي انت ما خدتهاش دي بس بالحلال. يعني كان في واحد بسيط الواحد يعرفه، يعني كان بيقول لك ايه، ان الحرامي مثلا اللي راح يسرق ده لو كان صبر وما سرقش كان ربنا عوضه بالفلوس اللي كان هيسرقها دي بس بالحلال. يعني مثلا راح سرق 1000 جنيه، هو لو كان صبر شويه وما راحش سرق كان ربنا هيديله مكانها 1000 جنيه وكمان ممكن اكتر، ان الله يضاعف لمن يشاء. كل الكلام دون قائم على الحديث الشريف اللي هو بيقول ايه، ان من ترك شيئا لاجل الله عوض الله خيرا منه من حيث لا يحتسب. يعني الواحد حتى بتجربته الشخصيه، انا شفت قدامي ناس كانت بتستحل حاجات حرام، ولما الزمن ضرب بسرعه جدا، فتيجي تبص على الناس دي حالها، طب والفلوس اللي خدها بالحرام دي راحت فين؟ ده فجأة بقى فقير، طب ده كان بياخد فلوس كتير قوي حرام، عمل بيها ايه؟ راحت. وناس تانية بقى على العكس كانت ظروفها صعبة جدا وبسرعة جدا ربنا بدل حالهم من حال لحال وانتقلوا من طبقة لطبقة تانية، لأنه اتقى ربنا في الفلوس اللي كان بيرزق بيها وما بيستحلش حاجة مش بتاعته. فدايما يا جماعة نتقي الله في كل أفعالنا. إن شاء الله يومكم زي الفل، ودايما يا رب في سعادة وبالحلال. السلام عليكم.